برمضان هيك بتصير طاقتك موجهة لغير محل. يعني ما بحس عبالي انزل عند الحلاق، عبالي طاقة عائلية، عبالي احضر مسلسل، عبالي حضر لغنية فيها طاقة حلوة هيك، يعني بتكون الروح. حاسس حالي كتير اصلا شكلك كتير متغير. ايه حاسس حالي متغير عن قبل، لانه عم نكبر مع بعض. بلشنا صغار بلا دقن، كنتوا تتساءلوا علي لاني بلا دقن. هلا عم تطلع الدقن معكم وعم نكبر مع بعضنا ونتطور مع بعضنا. شنو فطرت؟ good question. فطرت كوسة محشي وفريكة، اللهم صل على النبي. شو كمان؟ وعاملة امي فتة مكدوس، هاي بس الشوام بيفهموا علي. فتة مكدوس وفريكة وكوسة محشي وعامل، بس بعدين هذا اللي فطرناه. شامي بليز ردلي المتابعة الله يوفقك، مالي فاضي. أنا زي مالي فاضي رد متابعة لأحدا. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كل شي؟ شو عم تسمعوا هالأيام؟ شو عم تحضروا هالأيام؟ مسلسلات؟ لازم تجرب رمضان في مصر، والله أتشرف جرب رمضان في مصر. بيقولوا أجواء الرمضانية بمصر غير شي، يعني تجربة مختلفة وبتكون جميلة كتير. صاير حباب على الدقن الطويلة، أنا حباب بدقن وبلا دقن، بس انتو ما بتشوفوا. بس أنا مبسوط، علاقتنا بطلت توكسيك مثل قبل، روق. في الألبوم اللي عم يتحضر، وهلا يعني بنتناقش مع بعض، لأنه في كتير أفكار مشوشة براسي صراحة. يعني وأنا تعودت أكون حقيقي معكم ونتشارك الأفكار والآراء مثل دايما، وبتعطوني رأيكم هلا بشو عم فكر بصراحة. ليه حليون؟ كبران مالي حليون. سلام، تقبريني انت مي. ايه زكاتك. اشتقنا لك بتونس. قرطاج هالسنة ان شاء الله اذا الله وفقنا. بنرجع بنعمل حفلة او عدة حفلات بتونس. وفي عنا اخبار كتير حلوة عن المغرب. شكله في حفلة هي السنة بالمغرب. وفي عنا ان شاء الله بالكويت طبعا. وعنا بالعراق ان شاء الله. عنا هيك شوية شغلات حلوة هي السنة بعد مرحلة الموسيقى يلي عم نحضرها. إذا بدنا نتشارك الآراء مثل اليوم اشتريت سيارة بلاها، لا مو هي الفكرة. لا مش فكرة نختار الأغاني اللي بدنا ننزلهم. نحن ممكن نتشارك بالفكر والهوية. لأنه صراحة مع الاستمرارية لما عم نقدم فن مرة عن مرة، عم بيصير في وجهة نظر مختلفة براسي عن الفن والموسيقى وعن الطرح. يعني كيف الواحد يطرح ذاته بالموسيقى. وما عم يعني ما عم بعرف اخذ القرار 100% صح، اللي هو شو اذا بدك الصحي بهالمرحلة. لانه انا بآمن بانه كل مرحلة من مراحل الانسان، يعني اللي الانسان بيقدمه
بمرحلة من مراحل حياته لا يتناسب 100% ومطلقا مع كل مراحل حياته، خصوصا إذا كان عم يكتب ويلحن. يعني لنفترض لما أنا بمرحلة تشيل وليلى كان في طاقة معينة وشعور معين وظرف اجتماعي معين أنا كان لازم أطرحه بأغانيه، فطرحته بما في ينتمي للويل، وطرحته بسميتك سما، وطرحته إلى آخره بعدة طرق. لما جيت على لبنان كان في عندي وجهة نظر بالموسيقى عاطفية، طرحتها بيليل العين وصبران وين ودوالي ودكتور وإلى آخره، وملكة جمال الكون. ف بس الأخطر شيء إذا بدكم عم بيصير بهاي المرحلة من الموسيقى هو تبع لما عم بيصير المشروع الفني عموما، عم بحكي هلا بحالة عامة صورة عامة، لما بيتحول المشروع الفني من مرآة يعني من مشاعري، خليني بفسرها أكتر وبسطها أكتر، يكون عم بحكي مشاعري لتتحول لحالة تتوافق فقط مع الترند. لأنه أنا لما بدي غني يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا، يعني طبيعي جدا إني ألمس 100 مليون شخص إذا كانت الغنية حلوة، قصدي لأنه الموضوع هو أي شخص ممكن يكون عايشه. بس لما أنا فنان اجتماعي، أنا فنان بتناول قضايا اجتماعية، أنا ما بس بحكي عن الأمور العاطفية. فهذا الشيء شوي بيتحول لخطر فيما بعد، إنه أنا هل بإمكاني أو أنا هل مسموح لي غني سميتك سما هلأ مثلا، ولا لا لازم ضل عم أقدم الغنية الترند بس لأنه أنا مطلوب مني جيب 100 مليون 200 مليون ده؟ فهمت شو قصدي؟ لأنه دائما الضغط الاجتماعي عفوا الضغط المسؤولية الفنية بتتحول رقم مع الوقت، وعلما انه انت مش هذا سبب تواجدك، انت سبب تواجدك لانك بتحكي عن قضايا اجتماعية وعن فن وعن الحب بس بوجهة نظر مختلفة. يعني في اللي بيقول لك اشتقت لك واشتقت لي او يا حبيبي، وفي اللي بيقول يا اعظم انتصاراتي. فهي الفن وجهات نظر بكيف بتطرح الرؤية او بتطرح الجملة. هاي القرارات اللي هلا الانسان اذا بدك لازم يكون عم ياخدها، انه انا بدي اقدم سميتك سما، طيب بدي اقول مطر علينا بريح يوسف يا الله لاني بكرب يعقوب وحقي اللي راح، بدي اكون عم عبر عن نفسي بهي الطريقة. ما بدي غني بس وين بعتي قلبي ولين نسيتي كل شي يا ما قالوا ضاع. حلوين هول بيعطوا امل وطاقة وحلوة هيك وفرفح على الناس وبس، بس في قضايا لازم نحكي عنهم، في اشياء لازم تتغنى. هل انا مسمح لي غنية بهالمرحلة ولا لا؟ انا لازم بس اقدم الترند والفقشة اللي بتمشي على تيك توك. اللي بيتابعوا عبود بيعرفوا كتير منيح انه هو ما فينه يكون هذا الحدا، لانه انا مالي فنان بنزل بعمل بنزل بتسوق اغاني. يعني يلا الو كتاب وملحنين، شو في عندكم اغاني ضاربه اعطوني اياهم بدي غنيهم. انا بكتبهم وبلحنهم، انا بدي احسهم. يمكن بدي غني عن الظرف السوري هلا حاليا، او يمكن بدي اعبر عن حالة عاطفية انا عايشها هلا صعبة. هذا الشيء ما في حدا بالكون بيقدر يساعدني لوصله وعبر عنه غير انتو، لانه انتو بدكم تسمحوا لي اعبر عن نفسي، وانتو بدكم تسمحوا لي انا اعبر عنكم. انا بلا ما انتو تساعدوني والجمهور يدعمني انه لا نحن ما بدنا تعيد حالك، نحن ما بدنا تضل عم تعملنا نفس الاغاني. اذا الجمهور متقبل انه لا عبود نحن عن جد ما بدنا تعيد حالك وما بدنا تعمل بس الترند، بدنا تعبر عن نفسك وتعبر عنا وتحكي عن كل شيء، ومش مش مطلوب منك تضلك عم بتجيب بس الترند وال 200 300 مليون. علما لربما تخلق معك فكرة غنية اجتماعية تكون مليارية، يعني لانه ما في حدود للرقم يعني بيحب للفنان. بس انا عم بحكي عموما، هو لما بتحكي قضايا خصوصية
صعب كتير توصل لعامة الناس، لانه مش كل الناس يعني كل الناس تحس بالحب. بس اذا بدي احكي عن الوضع فرضا، شاب عم بيعاني بمرحلة ما بعد الفن اللي هو انا، اذا بدي اعبر عن حالي، مش كل الناس حتحس، لانه مش كل الناس صارت معها حالة فنية وعم تعيش مشاعر ما بعد الشهرة. فمش شرط توصل لكل الناس هي القضية. وخصوصا انه انا مستنكر ومستفز ومزعوج من حالة السوق يلي هي تبع انه كله عم بيقدم مادة تتداول تيك توك الا من رحم ربي. انا ما بقدم مادة بدي اقدمها لتيك توك، انا ماني تيك توكر. انا بدي اقدم غنية يستشعروها الناس. ولهيك انه انا هلا حاليا عم يعني بحاجة اني اتناقش معكم، يمكن وبحاجة اني احكي معكم. هل انه هذا هو السوق؟ هيك لازم يكون؟ بدنا نقدم قفشة حلوة كل الوقت او بترقص وخلص؟ ولا لا، انا فنان لازم ارجع اغني عن الانتماء، ولازم اغني عن الحزن بوجهة نظر مختلفة، ولازم اغني عن المرأة، ولازم اغني عن اي قضية اجتماعية انا حاسة. هذا الحكي ما حدا فيه يساعدني غير انتو. اذا بدكم تسمحوا او الجمهور بده يسمح للفنان يعبر عن شو حاسس عن جد بالطريقة اللي هو آه، تماما. صارت كل الاغاني قطقفتي، عملناها غلطة عمرنا بيا ليل ويا العين. ف استساغ هذا الحكي، وهذا الشيء صحي ما له غلط. بس المش صحي انه يصير انه السوق يعني او نحن ما عندنا شيء تاني نقدمه. بس نحن عندنا شيء تاني نقدمه. انا شخصيا عندي شيء تاني اقدمه، دائما عندي شيء تاني اقدمه. بس دائما لما تكون الجديد فيه رهان. طبيعة اي شيء جديد بالحياة هو فيه رهان. فانا كثير عبالي اطرح الجديد وراهن، عبالي اقدم نفسي بطريقة مختلفة، اجدد، انضج، وعبر عنكم بطريقة مختلفة. انا كبرت ونضجت، ورؤيتي الفنية للأمور والموسيقى كتير اختلفت عن قبل، عن زمان. عن جد عبالي أحكي عن الأمور بوجهة نظر تعلمت كتير بحياتي بعد هالأعمال اللي قدمتهم. يمكن الدكتور صلى سنة، وملكة جمال الكون صلى كم شهر. كتر خير الله عم نحكي عن 230 مليون. هلأ عم نحكي عن شي مليار و300 مليون بظرف سنة تقريبا. يعني كتر خير الله، هذا الشيء كتير مهم. بس بحاجة نحن ننتقل لمرحلة فنية جديدة، وأنا بحاجة إذا بدكم الجمهور يعطيني الضوء الأخضر إنه إيه عبود، نحن عن جد السوق ممل وما بقى بدنا هذا الشيء يتكرر، وبدنا تعطينا الشيء الجديد. لأنه أنا فعلا عبالي غنيتي تعيش. أنا عبالي أعمل غنية تعيش يسمعوها الناس جيل عن جيل، والجمهور بده يدعم هذا الحكي. انا ما فيني اعمله لحالي، انتوا بدكم تدعموني بهذا الحكي. بعيوني لمعت حزن على فكرة. ما بعرف انه الموضوع فلسفي زيادة، ويمكن ما كتير عبالكم تسمعوا هذا الشيء. بس انا ما فيني احطكم برا المعادله. ما فيني ما قلكم اللي عم خطط له، ما فيني قلكم شو اللي عم جرب اعمله، لانه صعب علي. و... وانا خلقت شيء جديد وتقلد، ومضطر دائما نخلق شيء جديد وينجح ويتقلد او ما يتقلد، بغض النظر عن فكره يتقلد او لا. اهم شيء فكره انه دائما يطرح شيء جديد، واللي يطرح شيء جديد دائما في ناس ايه او لا. ما في اجماع، الجديد ما فيه اجماع، لانه غير مستساغ، غير معتادين عليه الناس. مين بيدعم هذا الحكي؟ هذا الحكي بيدعمه جمهور مثلكم، اللي ايه عبود نحن معك، بدنا عن جد شي جديد، بدنا تحكي قصص ما حدا بيطرحها بوجهة نظرك.
لانه اصلا نوعيه نجاحي كان ما يعني ما بتشبه الثانيه. يعني بفديكي فرضا هي ديب هاوس ما بتشبه صبرا، ما بتشبه يا ليل ويا العين، ما بتشبه وين ما بتشبه دوالي ما بتشبه دكتور يعني اصلا في هذا الاختلاف الفني اللي انا ضليت اقدمه. وعبالي كفي بهذا النوع من الاختلاف. هلا كل مشاكل الانستغرام والشغلات اللي عم بيعرضوها على اللايف ولاحقين يحظرونا على اللايف اللي مندخن فيه. طيب شركة انستغرام ايه مش لحال طفيتها، كل ده عشان سيجارة. فبالمرحلة الجاية اللي انا هلا كنت عامل لكم اياه انه في نقلة موسيقية جديدة بإيد الرحمن فقط بنقدر نعرف. أنا بعرف حالي إني أنا بقدم إن شاء الله مادة حلوة. أنا فنان بتعب على كلمتي وعلى لحني وعلى شغلي وبقدمه دايما بصورة جديدة وهوية حلوة. بس رح يكون مختلف إن شاء الله، وبدي تكونوا متقبلين وعندكم رحابة صدر، ومثل ما كنتوا تحسوا إنه الغنية ما كنتوا تفهموها من أول مرة تسمعوها مرة تانية لتلقط معكم، لأنه في نمط موسيقي جديد عم ينطرح. يا رب الله يوفقنا فيه. وأنا مع جمهور مثلكم دعمني ودعمني بكل هالسنين وبكل هالنجاحات وبالمليارات الاستماع من كل مكان بالأرض، من تونس، من المغرب، من سوريا بلدي الحبيبة طبعا، من الخليج العربي، من مصر البلد الشقيقة العزيزة. فأنا بعرف إنه هذا الجمهور هو مكفي يدعمني لأطرح وجهة نظري بالموسيقى دائما ويحبوها. لأنه أنا اسمحوا لي أكبر، يعني بدي الجمهور يسمح لي أكبر. لأنه بس الإنسان يكبر هو هو ما بيشتري أغانيه، هو بيعملهم بإيده. طبيعي الموسيقى تكبر معه، تتغير معه، تكبر مع أفكاره، تتغير مع أفكاره. يمكن تحسوا فيها شوية حزن أكتر تصيروا للموسيقى، يمكن تحسوا فيها شوية فرح أكتر بطبيعة الحال، لأنه الإنسان هذا اللي عم بيحط روحه بغنية وأفكاره بغنية، مشاعره عم تتغير، عم تنضج، أفكاره عن الدنيا عم تتغير وعم تنضج. وما في حدا بالكون بيقدر يساعدني بهالخطوة إلا الجيل اللي دعمني، اللي هو انتو، اللي هو هالعلاقة الوطيدة اللي بنيتها بيني وبينكم، يلي كانت دايما عم بتساعدني وتكون أرض خصبة ومساحة لعبر فيها عن حالي وعن موسيقتي الجديدة. ناوي تتزوج؟ والله أنا بحب أتزوج، بحب فكرة العائلة والاستقرار. إن شاء الله هيك الله يرزقنا ببنت الحلال بوقت المناسب و... وبتجوز أكيد، وبنفرح مع بعضنا. يعني بدي أعمل العرس يكسر الدنيا إن شاء الله. وأنا بعرف إنه أنتوا رافقتوني بكل المراحل من سنين وسنين، يعني وواثق إنه رح ترافقوني بالمراحل الجاية. بس حسيت إنه واجب خبركن شو عم فكر، لأنه أنتم معنيين، ولأنه أنا بقدم لكم إلكم، ولأنه أنا دايما بقول لكم إنه أنا منكم وفيكم، وهي بالنهاية تعبير عني وعنكم، فلازم إلكم شو عم فكر، وإلكم حق علي. أنا مش ملكي، حياتي مش ملكي، وموسيقتي مش بس ملكي، هي ملكي وملككم. أنا بقدمها بالنهاية إلكم، فإلكم حق تقولون لا نحن بدنا هذا الشيء. بس أنا ما فيني أتقيد بلون موسيقي معين ونمط موسيقي معين، صعب علي بيكون الموضوع. بحب دايما أعبر عن حالي وأقدم حالي بصورة جديدة واللي بحسها بتشبهني. ورينا الجوائز، عم بعدهم شوي.
حاطهم بالبيت اللي تحت كرمال ما يضل الاجواء الفنيه بوشي. واذا قلت اسمي حازمك على كشري بمصر، مع انه شكلك كذابه. مريم، لازمين على كشري بمصر. كيف الحماس لحفله لبنان؟ ان شاء الله رح تكون حفله حلوه، محضر لكم شيء وكتير مفاجآت حلوه بقلب الحفله. مع النجمه طبعا هيفا وهبي. ان شاء الله هيك تكون حفله حلوه وتعجبكم، ونعمل شيء يكسر الدنيا ان شاء الله. مين هي العروسه؟ لسه مو موجوده، بتنوجد مع الوقت. مين اكتر حدا بتحبه؟ عائلتي، بحب عائلتي كثير. وين عنتور؟ تحت. هو وميمي وكيرا وحديقة الحيوانات اللي عندي بالبيت. لو رجع فيك الزمن لحظة قبل الشهرة، كان قدامك خيار بين الحب أو حلم الفن، شو كنت هتختار؟ هو اليوم الشامي ممكن يضحي بقلبه كرمال حلمه ولا العكس؟ أنا خلقت لأكون فنان. يعني ما ممكن بدي شي عن الفن، لأنه خلقت لأكون فنان، لأنه الفن هو مساحة للتعبير. فأنا خلقت لأعبر، خلقت لأحكي شو بحس وشو بفكر. لأنه اللي بيحكي شو يعني اللي بيقدر يعبر عن نفسه ويوصل لفئة كتير كبيرة من الناس، إذا في عنده اشياء يعبر عنها مختلفة. وهذا الشي اللي بحب طوره بحالي دايما. كم عمرك؟ 23 سنة. أول لايف فتحته هون كان عمري 18 سنة، آخر 17. الألبوم تعتبره نفس النمط القديم ولا الشامي رح يقدم نفسه بطريقة مختلفة هالمرة؟ والله يا بيك، هو ما في نمط قديم ونمط جديد. يعني اللي عم بحكي هيك مثل كأني سياسي على الجزيرة. شو الشخصية اللي مركبها هلا؟ والله يا بيك، هي الفكرة انه بس النمط القديم او اللي قدمته، مشان ما نسميه النمط القديم، هو كان بيعبر عني بهديك المرحلة. يمكن يضل يعبر عني لمرحلة القادمة، بس الأكيد إنه حيتغير، لأنه أنا عم بكبر وعم بتغير. وهذا الشيء رح يخلي في بطبيعة الحال اختلاف بالفن. ومش بس هي النقطة إنه أنا على يقين ومتأكد إنه الجيل إذا لم تنضج معه الموسيقى وتكبر معه الموسيقى، ببعد مرحلة معينة حتبطل تناسبه. لأنه آه، اللي كانوا يسمعوني من 4 5 سنين هلا يمكن كان عمرهم من عمري، هلا عمرهم بالعشرينات، صاروا بالجامعة. واللي بلش عمره 20 سنة يسمعني هلا صار عمره 26 27 سنة. فلازم تتطور معه الموسيقى وتكبر، لأنه بهذا العمر ما بقى بده يسمع بس حالة عاطفية بسيطة بتناسب الجميع. بهذا العمر لما الجيل عم يكبر بده طرق مختلفة شوي أو تواكب نضجه، موسيقى تعبر عنه. أنا هيك، أنا بحاجة هذا الشيء. يعني تخيل، اسألني هلا إذا أنا شو عم بسمع، بقولك ما عم بقدر أسمع شيء. أنا ما عم بقدر أسمع شيء، لأنه يلي عم يتقدم هو عبارة عن إعادة هيكلة وإعادة تدوير لنفس المواضيع المنقرضة من 20 سنة أساسا، بس بالوجهة النظر الجديدة اللي قدمتها، أو اللي كمان أشخاص قدموه. فهمت شو قصدي؟ في حدا حكى عن قضايا عن، ما بعرف، في حدا عم يحكي عن اللاجئين،
يلي كبروا برا وصاروا أجزاء من مجتمعات مختلفة بجملة اللحنية تسمعها تحسها؟ تعتقد انك قادر تتنبأ بمتطلبات سوق الموسيقى؟ متطلبات سوق الموسيقى بيك هو انا اللي حاسه. يعني انا شو عبالي اسمع بدي اقدمه. عم بزعل انا هلا طلعت على المانيا ونحن هلا تحررت سوريا. بترجعوا قالوا وين نرجع؟ المانيا بلدنا. شوف هالموضوع الحساس. شو عم نحكي نحن؟ يعني طلعت المشكلة مش حرب، مشكلة أكبر من هيك. المشكلة في جيل صار ينتمي إلى مكان آخر تماما. طب هذا الحكي بده لأنه الموسيقى لما بتواكب مرحلة معينة حساسة بتصير مثل الموسيقى التصويرية لفيلم. يعني مثل احنا هلا عايشين في فيلم اللجوء، والنازحين اللي صاروا أجزاء من مجتمعات مختلفة بدك تعمل لهم موسيقى تعلق بذاكرتها لهالمرحلة. النازحين اللي بقلب سوريا هدول مين بيحكي عنهم؟ طيب قضايا المرأة والمجتمع هدول مين بيحكي عنهم؟ هل يوجد عنا فنان بيطرح قضايا اجتماعية بطريقة بتشبه إذن المستمع وإنتاج ضخم؟ لا يوجد. طب أنا قادر ألبي هذه المتطلبات بس بدي الجمهور يسمح لي. أنا عبالي أحكي عن هدول الناس؟ أنا ما بضل عم بحكي عن حبيبتي اللي تركتني من 7 سنين خطيت أنا. أكيد في هيك شي بالألبوم. أكيد في هيك شي بالألبوم. لازم يكون في هيك شي بالألبوم. في الشأن الداخلي السوري هو بحاجة لوحده لألبوم يا بيك. الشأن الداخلي السوري هو لوحده لتعبر عن الشاب السوري اليوم أو العربي، هو لوحده بس بحاجة ألبوم مش غنية تقدم له. سلام، فيك تجيبي لي الشاحن تقبريني؟ ايه شاحن وصلة جيبي لي اياه. انه انا هلا لما بسافر وبشوف اخواتي ومو اخواتي يعني بالدم ولاد البلد وهيك، وعم نشوف هالقصص اللي عم بتصير، وبقول انه حلو نقدم لهم شيء يرفع عن نفسهم، بس حلو لانه الموسيقى والكتاب والسينما والدراما هي توثيق مرحلة وكشف الضوء. هذا سبب تواجدهم بالحياة. فعندما يتحول الفن لبس نحن عم نقدم مادة تغير جو، حلو مطلوب. أكيد لازم نبقى نقدم مادة تغير جو لأنه بحاجة، الناس بحاجة. بس لما بتتحول فقط الفن بس لشي يغير جو، بطلنا نحن بجزء من المجتمع، وبطلنا منمثله، بطلنا منمثل الجيل صراحة. وانا مالي حابب هالصورة لنفسي. انا ما انوجدت هون لهيك. لما غنيت برضاك وقربان وغنيت اغنية يلي بعدها عايشة مع الفانز لليوم، اللي بيطلبوها بكل حفلة، انا غنيتهم بناء على شي عايشه انا وياهم، وعبالي غني عنه بوقتها، بغض النظر عن قديش رح يكون عليهم رقم بالنهاية على يوتيوب. وانا واثق، يعني انا واثق بالانتاج وبالموهبة اللي الله عطاني اياها الحمد لله رب العالمين، انه دائما بتوصل لفئة كبيرة. مش هذا العطلان همه. بس لما بيكون في عندك فئة كبيرة من الجمهور عم تعطيك ضوء اخضر وتدعمك، تقلك ايه احكي عنا بهي الامور، لانه الاعلام والصحافة اوعى تفكر بيسمح لك. الاعلام والصحافة حالك شو بتعمل؟ انت بتكون مقدم قضية اجتماعية قد الكون بس جايبة 30 مليون بدل 100،
الاعلام والصحافه السخفاء طبعا بيقولوا لك ها شوف بيحكوك بالرقم، لانه هدول مش موجودين ليحكوا عن القضايا الاجتماعيه، موجودين ليكونوا عم يحكوا عن السخافه. هي حطينا على الشحن. كيف تعرف ان العمل الفني نجح ووصل للناس؟ اذا في 3 تأثروا فيه وتعلموا شيء من العمل او حبوا او عدل منهم شعور يعني وصل للناس. هو مش الفكرة مش حجم الانتشار قد ما هو حجم التأثير. يعني في عندي أغاني أثرت وعملت لي جمهور قوي أكتر من أهم الهتات بحياتي، بسبب لأنه لمستهم أكتر. فكرة الفن والموسيقى هي ما مدى التأثير وليس ما مدى الانتشار. بس انه طبعا ما فيك تعمل تأثير بلا ما تعمل انتشار، والانتشار بيكون بطبيعة الحال متعلق بالقدر اللي انت يعني قديش بتقدر تشبه ناس وناس يشبهوك. هذا هو الانتشار. يعني الغنية لما بتجيب 100 مليون او 200 مليون هذا شيء مهم طبعا، هذا انتشار. بس فيها تكون جايبة 700 مليون وما عملت صفر تأثير، لانه غنية ما بتحكي عن شيء، او ما فيها جملة عاطفية او لحنية لمست لك قلبك بشيء. يعني اللي هي هذا المصطلح اللي اليوم متداول اللي اسمه ترند. بس فيك تكون انت فيك تحول مصطلح الترند ل... لشيء صحي وذو تأثير أكتر. يعني لما كنت بتونس ولما كنت صراحة أنا هذا الحكي بناء عن تجربتي ما بعد الانتشار، ورجعت على بيتي وكنت أنا مؤخرا من أقل من شهر كنت بالرياض وجدة. كنت عم شوف العلاقة اللي بيني وبين المحبين والجمهور اللي الله عطاني إياهم، وعم قول براسي عم حلل شوي، ففهمت إنه هول من أيام الأغاني اللي أثرت، مش من أيام الانتشار. فإذا أنا بدي أعمل أغاني بتأثر، أنا بدي أعمل أغاني بتصيب القلب. باين على وجهك تعب. لا ولو كتير مرتاح هالفترة، عم باكل كتير منيح وأموري كتير بخير ومبسوط، وأنا يعني وعائلتي هيك أجواء رمضانية حلوة. قول اسمي بليز، أمي عم تبهدلني بدي أخلص. طيب رارا. رارا أكيد مو اسمك رارا. والله هو مش يوبرني ربك يا بيك. صاير جدي برو ماكس. هلا كل هاد البهدلة والتنمر لاني مطول دقني شوي، والله احترنا معكم قصة ولا خليها. شفت
فطرت اليوم؟ قلتلكم كوسة محشي وفريكة طيبة كتير. بدي ايفون وانا كمان. منصور: اي والله انت من المحاربين القدماء. انا اعترف. ملك من المحاربين القدماء. رورو من المحاربين القدماء. اندو شروق مش من الكتير قدماء، بس من الفانز يلي بيرفع فيهم الراس. ذاكركن هيلا، او ان شاء الله اقول هاي الاسم صح. ليدي طبعا ليدي من الاقدم. مين كمان؟ صعيب من الاقدم. نسرين. بذاكركم كلكم، حافظكم كلكم بالحرف يعني، وبأسماءكم، بشوف تصاميمكم، بشوف محبتكم، وتأكدوا انه ما بيكمل اي شيء من المشاريع اللي عم قدمها او اي شيء من الشغل اللي عم بعمله بلا هذا الدعم اللي انتم بتقدموا لي اياه، لانه هو راس مالي، وهو الاساس اللي ببني عليه الفن. بين عضو الشمعة طفت الكهرباء. غريب ايه، طفت الكهرباء وفجأة لقيته شمعة ضويت. انا عوو. ايه انا مش عاوز. طفي الكهرباء وضوي الشمعة دغري بنفس اللحظة. خليك كملنا جو رومانسي. طيب اشتغلت الكهرباء، مش الحال. طيب بقى هاي ما بينعمل عليها غنية، طفيت الكهرباء هاي تكون قاعد عم تفكر لك بشي مشروع فني بتنقطع سلسلة أفكارك يا أخوي. سلام، اشتاقوا لك الفانز، تعي سلمي عليهم. تعي لهم هاي. ما اشتقتوا لسلام؟ أهم محاربة عظيمة عندي بحياتي سلام، باقية على الوعد. الله. هاي اليوم كيفكن؟ مش لحالكم؟ يا أنا بحب ماستر وماستر بحبني. برني قلبك. باي. إذا خيروك تستقر ببلد غير لبنان وين بيكون؟ لبنان لا يبدل، بلد الفن والعظماء والطبيعة الحلوة والشعب الرايق والمسقف، موت عليهم. مبسوط كتير هون، مبسوط بحياتي، مبسوط بعائلتي، وكل شي منيح الحمد لله. ما بفكر ببلد تاني مبدئيا. عن جد بلد الحرية الفنية. ما عاد في خزان أحزان. لا، خزان أحزان يعني بحس كانت مرحلة هيك لما ما بتقدر تفهم شو عم بتحس، بس تفهم مفاتيح الحياة، وتفهم انه مقابل كل نجاح في خسارة، ومقابل كل وقعة في نجاح، وانه الحياة تراكمية، وانه الحياة نسبية، وانه لا شيء عبثي بالحياة، وانه لما بتنأذى او بتوقع او بتنضرب هو اثر لشيء معين رح يكون،
وإنه كل شي رح تعمله كبير بالحياة رح يبدأ بخطوة. طبعا هذا الحكي موجود بشي اسمه أثر الفراشة. يعني أي شي كبير صار بالحياة بدأ صغير. مشروع فني أيقوني أو كبير بدأ صغير. سيارة خيالية بتبدأ يعني محرك، وبتبدأ قطع 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 قطع. سو الحياة تراكم. فبس تفهم مفاتيح الحياة هي كلياتها بتصير هني مع نفسك، بتصير بتفهم حزنك أكتر، وبتكون رايق على حالك، ما بتجور على نفسك. يعني بتقول رواق، أنا رواق، ما بدها هالقد الدنيا، ومشيت على قبلي وحتمشي علي وحتمشي على اللي بعدي بقوانينها مش بقوانيني. يعني ما فيني أعمل شيء. الموت حق، والألم جزء من الحياة. أساسيات حياة وقواعد بدك تتعايش معها لتعيش حر. وتعيش سعيد مع نفسك وفي سلام مع ذاتك. شو حكيت، شو تفلسفت يا عمي. يا عمي شو اني فيلسوف. كل شي معلومات كبت لكم اياهم مش الحال خلصتهم. طب اثبات. ثبت. طب حياة امك ما توقع. طب ما روح. انا امك كلبي. سوري. تليفون امه كلبي. اثبات. ابوس ايديك بشتري لك شاحن جديد. اذا بتثبت بشتري لك شاحن جديد. واحد. طب ما خلص. شو عم تاتر على التليفون. لا انا اكيد لاقي له حل. بدنا ديو مع شاروخان. مالي فاضي. انا فنان مشهور وعندي كتير متابعين ومالي فاضي لهي قصص اخي. ايه ما سمعت. حالف يمين طلاق ما يثبت التليفون. طب اذا عملت هيك ثبت. انا مطعوي شوي بس ثبت. ثبت. خاي اشتري لها قاعدة. ما اكل يا اخي وما يمشي. هي اسمي زابر رايح زي زدي ستي. على فكرة من أجمل ما حضرت أنا بحياتي. كتير حلو هالمسلسل. عبود تغير علينا. خلص بقى انتم مشتاقين لي بس تغير شو دا يتغير فيني يعني. طولاني دعني شوي ما عم بحلي. هذا أنا الإنسان كيف دا يتغير بأربع شهور يعني. سمنان شوي خدودي كبراني داني طولاني هيك قصص. هلا بتشوفوني بفيديو كليب مرتب مبيض. أموركم بخير بترضوا فيني. جامع كنيسة. دايما طيب. الله يوفقكم يا رب بالامتحانات، وإن شاء الله هيك بتعملوا شغلات حلوة ورايقة وبتجنن تعقد مثلكم. صحيح نفسية برو ماكس. ايه انا كتير 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 شو اسمه مغرور. انا كتير ايجو وهيك وما بتحاكى صراحة. ليش أدنيك زغلانين مش يعني اسمع فيهم. يا عسالة يا عسالة. يا بس افتح مع الفانس شو بدك سئيل. انا الهالة كلها بتروح. هو أراضي دبلكة بتروح الهالة. ما بشي تفتح لايف 10 دقايق بننزل سطيح. متى نشوفك عروس أخوي. بدك تشوفني عروس ليه. عن جد شو سعيد. عم تحضر مسلسلات. ايه والله عم بحضر مسلسلات. عم بحضر مولانا. جن. انا بختار مسلسل عموما بكل سنة بختار مسلسل. صراحة اخر كم سنة عم بيفوز معي طبعا القدير تيم حسن. يعني شو ما عم يعمل هو طبعا ما يعني الانتاجات اللي عم يعملوهم كتير كبار. طيب انا حكيتكم انبسطت فيكم بحبكم كتير اشتقت لكم كتير. فسرت لكم عن اللي جاي شوي.
وقلت لكم انه انا بحاجة هذا الدعم منكم لأي خطوة جديدة بدي اعملها، لانه ما بتكمل بلاكم اصلا، ما هي بالنهاية عم تتقدم لكم. بحبكم كتير، شكرا لانكم هون، شكرا لانكم دعمتوني اني اقدر اكون بمطرح اعبر عن حالي واعبر عنكم، والله يقدرني هيك كافئكم بموسيقى حلوة دايما، وبأشياء بتشبه وبأشياء بتشبه قلوبكم جميلة وراقية. انتبهوا على حالكم، انتبهوا على عائلتكم، انتبهوا على دراستكم، ضلكم دايما بخير. ادعولي كل ما خطرت على بالكم، ادعولي بالخير والصحة والعافية والرزق. بموت عليكم، ضلكم بخير يا رب. باي يا حلوين.